ايه الفرق بين الاسكيميا والانفاركشن؟ كلمة اسكيميا معناها ان البلاد فلو مش كافي للجزء اللي في القلب، مش كافي للوول ده، مش كافي للخلية. تمام، بس الفكرة ان هو مش كافي، مش مقطوع، بس الدم قادر يعدي عادي، او في اي نوع من الكومبنسيشن زي الكولاترالز مثلا او اي حاجة. بس الانفاركشن معناها ان هو complete cessation of blood flow، يعني انقطاع تام للدم. الدم اتقفل عن جزء من القلب، الجزء ده بدأ ان هو يحصل له عملية نيكروزس زي ما احنا شايفين كده. يبقى الفرق بين الاسكيميا والانفاركشن ان الاسكيميا عبارة عن transient cessation of blood flow، بينما الانفاركشن عبارة عن عملية complete cessation of blood flow ونيكروزس. عايزين نعرف مع بعض البلاد سبلاي بتاع الهارت ماشي ازاي. بطريقة بسيطة جدا هنرسم هارت، يعني ونفترض ان ده هارت. تمام، انا هعمل ايه؟ هحدد الكوروناريز. الكوروناريز طبعا بيطلعوا من الاسندنج اورتا. طبعا الاسندنج اورتا موجود في الحتة دي مثلا. بيبدأ يطلع الليفت كوروناري ارتري، يطلع برانشين. في برانش اسمه سيركمفلكس يقوم لافف كده ويروح لورا من اللفة اسمه سيركمفلكس برانش. في برانش تاني بينزل كده، ده اللي هو ليفت انتيريور ديسندنج، عشان يقابل اللي جايله من الانفيريور وول، وده السيركمفلكس زي ما احنا رسمناه. الرايت كوروناري اهو، الرايت كوروناري بيعمل ايه؟ رايح للانفيريور وول اللي هو الوول اللي تحت ده. تمام، عشان يقابل زميله اللي هو الليفت انتيريور ديسندنج، وبيدي برانش اسمه يقابل السيركمفلكس من ورا. المهم يعني نستنتج من الكلام ده ايه؟ ان اللي بيغذي الانتيريور وول، معظم الانتيريور وول اللي بيغذيه الليفت كرونري. بوستيريور وول معظم اللي بيغذيه هو الرايت كرونري. هو الانفيريور وول برضو رايت كرونري. تمام، نتكلم بعد كده عن التوبوجرافيك بريزنتيشن بتاعت الوولز في الهارت. يعني ايه توبوجرافيك بريزنتيشن؟ اللي هو كيف يمثل القلب على الاي سي جي، او كيف تمثل جدران القلب على الاي سي جي، على الليدز بتاعت الليد 2 و3 واي في اف. دول بيمثلوا الانفيريور وول اوف ذا هارت. الانفيريور وول اوف ذا هارت طبعا زي ما احنا عارفين ان هو بيتغذى بيه الرايت كرونري ارتري. طيب ليد 1 وفي 5 وفي 6 بيمثلوا اللاترال وول اللي هو بيتغذى بالسيركمفلكس ارتري، بينما V1 V2 V3 V4 دول بيمثلوا الانتيرور وول اوف ذا هارت اللي بيتغذى باللاد او الليفت انتيرور ديسندنج ارتري. هنا نوعين من مايوكارديال انفاركشن مهمين جدا، وهما الاستيمي والنون ستيمي. الاستيمي اللي هي ST segment elevation myocardial infarction، non STEMI non ST segment elevation myocardial infarction. اول حاجه الاستيمي اللي هي ST segment myocardial infarction دي عباره عن ايه؟ عباره عن transmural infarction، يعني النيكروزس حصل في كل طبقات الوول، الاندوكارديوم والمايوكارديوم والبريكارديوم، فبالتالي عمل ST elevation زي في الشكل ده، عمل هنا ST elevation بالمنظر ده كده، وكمان عمل T inversion، يبقى عمل ST elevation و T inversion. الكلام ده مع الوقت بعد كده بيختفي ال ST elevation وبيتحول لحاجة اسمها pathological Q التي تدل على ال old MI. شكلها ايه الباثولوجيكال كيو؟ بص، دي البي، دي الويف اللي هي البي، هي الويف دي، الويف اللي هي الكيو بتبقى كبيرة شوية كده والزمن بتاعها بيبقى كبير، دي اسمها الباثولوجيكال كيو. ايه بقى هي النون ستيمي؟ النون ستيمي ده يعتبر سب اندوكارديال انفاركشن، يعني مشكلة في الاندوكارديوم بس، او في الجزء اللي هو الاندوكارديوم، لان لما بيحصل اسكيميا في الهارت اول جزء بيتأثر في الهارت هو الجزء اللي هو ايه؟ الاندوكارديوم. هو من اول الاجزاء اللي بتتأثر، وهو ابعد نقطة عن الدم. لما بيحصل انجينا
اول جزء بيتأثر او لما بيحصل اسكيميا اول جزء بيتأثر في القلب هو الاندوكارديوم والسب اندوكارديوم، فبالتالي دي المرحلة الاولى اللي بتحصل، فهي بتبقى نون ستيمي. بيبقى شكلها احيانا بيبقى فيها ST ديبريشن زي ما احنا شايفين كده. لو جينا نبص على ال ECG ده نركز كده هنلاقي في اللاترال ليدز، نيجي نبص كده على ال V5 ونبص على ال V6 تمام، وممكن نبص كمان على ال V3. هنلاحظ ان موجود، وكمان ممكن نلاقي هنا يعني شوية حاجة بسيطة في ال AVL. لو بصينا للليدز دي، الليدز دي تمثل يعتبر الانترولاترال وول اوف ذا هارت. لو بصينا هنا على ال ST سيجمنت، هنا حاصل ايه؟ هنا ديبريشن، ST ديبريشن اهو، شفت المنظر ده؟ ST ديبريشن، ده ال ST ديبريشن، ST ديبريشن، واخد بالك؟ هنا برضو ST ديبريشن في ال V4 اهو. ال ST ديبريشن ده بيبقى دلالة على ايه؟ بيبقى دلالة على وجود انجينا او اسكيميا. الانجينا دي ممكن تكون ستيبل، ممكن تكون نون ستيبل، اللي هي الاكيوت كوروناري سندروم. لو بصينا هنا هنلاقي بقى هنا ST elevation. ال ST elevation نبص على ال نبص على ال V1 كده، بص ال V1 ده ال ST elevation واضح اهو تمام. ونبص برضو على ال V2 هنلاقي برضو هنا ST elevation واضح، ST elevation في V3 خد بالك. وال V4 برضو نفس القصة ST elevation تمام. ده اللي احنا شايفينه، الكلام ده كله بنسميه انتروسيبتال، اللي هو V1 V2 V3 V4 دول بيبقوا انتروسيبتال تمام. نبص كده نلاقي فيه اي elevation تاني، فيه mild elevation موجود في ال AVF تمام. بس يعني هو بس ال elevation اللي واضح جدا هو اللي موجود في ال V1 وال V2 وال V3 وال V4 اللي هو وال V5 كمان. ده يعتبر انترولاترال. كمان ال V5 وال V6 يعتبر جزء من اللاترال وول، يبقى هو انترولاترال ST elevation. ال ST elevation بقى الفكرة فيها ان هي لها اسباب كتير. ايه هي الاسباب بتاعت ال ST elevation؟ ST elevation ممكن تكون سببها STEMI او ST elevation myocardial infarction، وممكن يكون سببها pericarditis. بس في حالات البيريكاردايتس بتبقى في موجودة ال ST elevation دي في الأول ليدز، وبتبقى نون توبوجرافيك. يعني ايه نون توبوجرافيك؟ يعني مش ملتزمة بقول معين في الهارت، يعني مش انتيرور ولا انفيرور، فاهم؟ يعني هي واخدة all leads. بينما هنا في الاستيمي بتبقى توبوجرافيك، يعني بتلتزم بوول معين او اكثر من وول توبوجرافيك تمام. طيب ممكن ايه سبب الاس تي اليفيشن؟ برضو حاجه اسمها البرنزاميتال انجينا او الفاريانت انجينا او كوروناري سبازم انجينا تمام. ممكن برضو تكون سببها ventricular aneurysm، بس الفكره هنا في حالات الفنتريكولار انيوريزم بيبقى في persistent elevation of ST، يعني ما بتظهرش الكيو ويف. الطبيعي ان بيحصل ST elevation، والاس تي elevation دي مع الوقت بتروح بترجع الاس تي طبيعية وبتتحول لحاجة اسمها pathological كيو ويف. الباثولوجيكال كيو ويف هي اللي بتكمل مكانها، بس في الحالة دي بيبقى الاس تي elevation مستمر زي ما هو، فبنشك في حالة ventricular aneurysm. لو بصينا كده للرسم ده هنشوف هنا يعتبر في ال V1 وال V2 هنا يعتبر typical pathological Q. typical pathological Q. pathological Q بتتميز بيه زي ما احنا عارفين انها بتبقى deep، وبيبقى الزمن بتاعها كبير شوية، مش طبيعي ان الكيو تاخد الزمن ده كله، وبتبقى دايما دلالة على الاولد ام اي، بتبقى دلالة على الاولد ام اي تمام.